بخطى متثاقلة ونظرات تكسوها تجاعيد الزمن وشيب الأيام، يصارع الشيخ بخشطوطة سنين عمره بوجه ضاحك متبسم وعمل يشكل له بلسما بروحانية المكان، المسجد النبوي. أنا الحمد لله 35 سنة أشتغل حرم النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. أنا أول أشتغل باب إسلام وبعدين أشتغل باب عثمان. الحمد لله في حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشتغل جميل، الحمد لله كله رئاسة ما شاء الله طيبين، وأنا الحمد لله مرة مبسوط هنا. أشرقت الشمس على بخشطوطة في ساحات المسجد النبوي 35 عاما متتالية بصفته عامل نظافة، وعندما دقت ساعة التقاعد ثارت عاصفة تعاطف معه انتقلت من زملائه إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هناك بعض من النماذج التي تعمل في المسجد النبوي التي قضت قرابة 40 عاما في خدمة المسجد النبوي، من ضمنها المراقب النذير أحمد الذي الحقيقة له بصمات كثيرة في خدمات النظافة، وكذلك بعض العاملين من ضمنهم الشيخ مخطوطة وهو الذي يبلغ قرابة تجاوز 75 عاما. تلوح ساعات الرحيل أمام بخشطوطة راحة يحتاجها بعد عناء، وهو يعيش عقده السابع رغم حبه الشديد لمجاورة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنة هذا بكمل 40 عاما بخدمة هذا المكان الطاهر. الحمد لله الحمد لله. بداية من العمل العامل مراقب، حاليا مشرف النظافة. يرفض الشيخان تخيل يوم قريب من دون تبادل السلام في المسجد النبوي، ففي حديثهما لوعة مفارق، حسرة كهل أنهك الزمن منه اليد والكاهل، وبات أثناء العمل في حديثهما عزاء متبادل، فكليهما يعلم كم هو قاسم للصبر والعمر فراق المسجد النبوي بعد عقود من الود. من ساحات المسجد النبوي، خميس الزهراني، العربية.